تعالي يا قروب اما اقولك هنعمل ايه النهارده. والحاجات اللي ما بتخلصش من ساعه ما جيت من السفر وانا كل شويه في المطبخ. هنعمل ايه بقى؟ يلا ما تنسيش تصلي على النبي وتشتركوا في القناه عشان يوصلك كل جديد. يلا وصلوا على النبي في الكومنتات، واللي يتفرج عليا وما يدوسش لايك واشتراك في القناه يبقى هو مش عايز يشوفني تاني. خلاص زي ما انتوا شايفين هنا انا كنت بخلص شويه تشطيبات بقى في المطبخ وكده، عشان ناويه على حاجات تقيله قوي زي ما انتوا شفتوا كده الصوره اللي في اول الفيديو. اه بصوا هنا بقى انا حبيت ادوكوا فكره عن البتاع اللي انا جايباه في الحنفيه دي، بصراحه تحفه وجميله. جربيها مش هتخسري، بتعمل دش وبتعمل حنفيه عادي. يعني بحاول ان انا اروق حوالين الحوض بقى واي حاجه كده عشان اصفيها. بصي المهم زي ما انتوا شايفين كده يا اختي، انت وهي قومي صدقين، اكسبي وقت، اكسبي وقت كده وهتلاقي نفسك خفيفة خفيفة. اوعوا تعملوا زيي، اوعوا تعملوا زيي. بدخل المطبخ مبقاش عايزة ادخله تاني بعد ما بخلص. بصوا انا بقى طبعا الاسبونشة اللي انا بغسل بيها المواعين مش هي اللي هغسل بيها الحوض، لا لازم دي لوحدها ودي لوحدها، وتصفيها من المية وتنشف وبعملي بيها تاني وقت ما انت عايزة. انا صفيت الحوض فضيتها وجهزت كل حاجة هنا خلاص، شطبت التشطيبات. قلت بقى الرخامة دي مش عجباني كده، ماشي، قلت اعمل فيها امسحها. خلاص مسحتها بقى اقول لكم بقى على طريقة جميلة قوي انزلها لكم. انا بمسح الرخامة والله ما هتصدقوا. ان شاء الله هنزل لكم الفيديو ده، بس لو عايزينه اكتبوا في الكومنتات وانا هنزله لكم. يلا جبت صينيه بقى وجبت فيها جبت لحمه وجبت ورق عنب وجبت كرنب. يا خرابي انت ناويه؟ ناويه. يلا جيب الحله. انا هنا اديت للحمه غسله، حطيت شويه زيت، وعادي مش عايزه تحط زيت عادي، بس انا بحبها يعني زي ما انتوا شايفين كده بتلزق في الحله اللي عندي، مش عارفه ليه، مش عارفه. بس يلا بقى المهم زي ما انت شايفه كده يا حلوه انت وهي. انزلي بقى يلا باللحم. كان في حته كده مش عايزه تفك، مش عارفه ليه، فقلت خلاص هي هتفك من السخونيه، مرضتش احطها في الميكروويف، لا مش عامل زي حد. ماشي انت ساكته ليه؟ صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اهم حاجه يا جماعه تصلوا على النبي طول ما انتوا قاعدين. بصي بحاول اوديها واجيبها كده، ماشي. عايزه اقول لكم عملتها ازاي يا قروبه عشان الناس كتير طلبتها ان انا بعد كده اقولها في الفيديوهات، خصوصا الناس اللي بتشوفني يعني واصحابي وكده بيقولوا لي قوليها بعد كده في الفيديوهات. عملتها ازاي يا قروبه؟ هنا هو انا بدات ان انا اشوحها، بديها صدمه ونزلت عليها بميه سخنه من الكتل. والله ميه سخنه. خلاص انا هنا بقى مستنيه تطلع الري، قاعده مستنيه جنب منها وحاطه ايدي على خدي. طلعتي يا اختي؟ طلعت. طب يلا جاهزين؟ جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني؟ يلا بقى. بصي هنا النار عاليه، اول ما اشيل الريم هوطي النار. اتفقنا؟ اتفقنا. تحاوليش تحطي طول ما هي بتطلع ريم، ولا تحطي بصل ولا طماطم ولا بهارات، يعني انا بفضل كده، في ناس تانية بقى الله اعلم. بس بصي لان اصلا الريم بيطلع اي حاجة في الشوربة، اي حاجة ممكن تتخيليها. بصوا كده عسل فل قوي فل. خربي عليا النبي. حبيبتي 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 خمسة حبيبتي. تحكي يا اختي انت وهي حدش واخد منها حاجة. يلا. هنا اهو افضل بقى وراها والنبي ما انا سايباها. بشيلها. لقيتها رخيمت قوي ومش عايزه تخلص، وانا قاعده حاطه ايدي على خدي. طب تعالي بقى اما العب فيكي شويه. يلا قعدت العب معاها كده بقى
واشيل الحاجة اللي فيها وانا واقفة جنب منها. هنا بقى محبتش اطول عليكم، جبتها من الاخر. بصوا هنا فلفل اسود، ماشي، كام ورقة لوري. عندي بقى بهارات شوربة جايباها من عند العطار، فيها كل حاجة تخطر في بالك، فيها قرنفل وكبابة صيني وزعتر وروزماري، بصي كله. يلا حطي بقى شوية بهارات محترمين كده مع حبهان. اهم حاجة ما تنسيش بس حتة القرفة الصغيرة دي، تشيل اي حاجة وبتعمل شوربة تحفة. وهنا حطيت الطماطم والبصل، يعني اديها غلوة بالظبط وهدي عليها براحتها بقى، لان انا عايزاها دايبة دوبان. بصوا هنا كده، انا هنا بقى كان عندي كيس صلصة حطيته على النار، ماشي، هيفك براحته عشان هندخل على الجديد. جبت بقى بصلاية وقلت اما اروح اقشرها هناك جنب الحوض وارجع اجيلكوا تاني. والله ده اللي حصل. حلو الطبق، ايه رأيكم؟ عجبني لونه كده، عامل لون حلو، قلت اما اسيبه قدامكم شويه. بصي يا اختي، تكتكي بقى يا حلوه، بصي تك ايوه كده، واشتغلي بقى. بصي هنا بقى الحته اللي في النص دي انا مش عارفه اشيلها، استنيت بقى لحد ما بدات اقطع فيها كده ورحت شايلاها. قلت اما اطفي الكاميرا بقى وبعد كده اكمل معاكم. شويه رز بقى على غسلتهم وصفتهم من الميه، على بقى شويه خضره كانوا في الفريزر عندي، في الفريزر. رحت اجيب اللي في التلاجة لقيته بايظ، كنت مسافرة اعمل بيه رميته. دخلت بقى على الجديد، انا عندي في الفريزر خضرة ارميها؟ لا طبعا، باخدها في الكوبيبة وباخدها في المحشي وباخدها في القلقاس، الحاجات دي الا السلطة. اوعي كده. قرن شطة بقى جامد، ما يحلاش الا بقرن شطة، والنبي ما يحلى الا بيه. ادخلي بقى يا حلوة انت وهي كده زي الفل. انا هنا بقى كنت طمعانة بقى عايزة احط كمان، بس قلت كفاية كده، كفاية، عندي طفل صغير بس بيحب الحامي زينا. خدت بقى البصلاية اللي في الطبق الاورنج ده ونزلت بيها فين؟ في الصلصة. تقولي لي ما حمرتيش ليه؟ هقولك لا، ما بحبش كده، بحبه ني. هقلب تقليبة وخلاص. قورت الفلفل، والله قورت الشطة، والنبي يا اختي قورته، والنبي ما سبته ابدا. ايوه، هاتي مقورتك الحلوة كده وتعالي بقى نقوره. والله بيتقور زي ما انت شايفة كده. مال هنا خدت لي كام قرن شطة، ما عتقتهوش قال لما قورته تقويرة صح. حبيت اوريكي بقى الصينيه المشكله دي، والنبي فتحت نفسي من غير اي حاجه. والله فتحت نفسي يا اختي. جبت الرز بقى كده اللي عليه الخضره، كنت مجهزه بقى نزلت عليه. هي سخنه بس الرز هيهديه. والله الرز بيهديه، كنت بعمله عادي، كان بارد مش سخن. هنا بقى حطينا كزبره، وهنا ورق لوري مطحون، وهنا 11 بهار، والنبي 11 والله من بهارات دهب. ونزلت بشوية قرفة، اوعي تنسي القرف والفلفل الاسود والكمون، يا بقى لو شوية شطة حمرة ناشفة. نزلي بقى بشوية الملح بقى اللي قلبك يحبهم. حطي بقى، ما تنسيش بقى انا حاطة معلقة زبدة على سمنة في الصلصة بتسيح. رجعت حطيت شوية زيت كمان. والله كان تحفة، ويا خصوصا بقى الحلة كانت مشكلة حلوة قوي. قلبي بقى يا حلوة كده، تقليبة حلوة وتقليبة صح. شاطرة، برافو عليكي، فكرنا انبسط منك. انا هنا قلتلك يلا باي باي بقى، لا بس انا هكمل معاكي. حطيت نص مرقة دجاج، شفتي لفيته مش كتير على قدنا، هو اللي كان في الصينية والله. وشوية الرز اللي فاضوا نحطهم في التلاجة، هنحتاجهم والله يا اختي. بصي انا هنا كنت بقلب عشان احط الملح. ما استوت خلاص، نحط الملح بقى، هنفضل كتير. وكنت عايزة اوريكي حتة اللحمة تحفة والله، جميلة هتعجبك قوي. بصي
شوية فعلا لحمة من اللي عالجد، وزي ما انت شايفة كده. خدت بقى ايه الوش بقى بتاعها، يا خرابي يا خرابي يا خرابي، تاكلي صوابعك وراه. ايه الحلاوه دي. ويا بقى اللي بعد ما يستوي اديله بقى ايه شويه شوربه كده بساط كده، خرابي في حته تانية خالص. بص انا هنا كنت عايزه اوريكي حته اللحمه، بصي انت مش بتاكلي لحمه والله، بتاكلي جاتوه. بصي الحلاوه، بصي الجمال. وادعيلي ادعيلي احلى واحده تعمل شويه لحمه من دول. كلكم شاطرين انا عارفه، بس انا بحب اعمل حاجه حلوه، بحب احط التاتش. وهنا بقى وريته لكم، كنا خلاص بدأنا الفيديو زي ما انتم شايفين كده. تحفه بصراحه، طعمه حلو، المحشي المشكل يمكن